عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تعالوا نعمل الكفتة بتاعت الحاتي في البيت بشكل حلو وطعم حلو، ولانك انت اللي عاملاها. اول حاجة نص كيلو لحمة، ومعايا حتة دهن من اللي هو بتاع 100 جرام 50 جرام دهن اللي هو الضاني دوت. هتفرميه عندك في البيت او هتفرميه عند الراجل. انا فرمته في البيت. تكوني ناقعه بقى العيدان، اللي هي لو هتعمليها في عيدان تكوني ناقعه العيدان بتاعت الشوي ديت اللي هي الخشب ديت في ميه فتره طويله. وهتاخدي لو انت هتعملي اللحمه او الكفته في البيت او هتفرميها في البيت او عند الراجل، خليه ياخدها لك وشين عشان تبقى ناعمه، يعني يفرمها لك مرتين عشان تبقى ناعمه عشان ما تفكش. التوابل والبهارات بتاعتها ملح طبعا انت هتعرفي قد ايه الملح، وفلفل اسود وكمون وسبع بهارات وبابريكا وقرفه ومعلقه بيكنج باودر صغيره و2 معلقه كبيره بقسماط. هتبقى لك في صندوق الوصف. هنضيف بصلايه مبشوره او متقطعه يعني. تفضلي تدعكي فيها كده بايديكي فتره لحد ما كله يدخل مع بعض وتبقى عامله زي العجينه بجد. بصي يعني كل ما بتقعدي تدعكي فيها بصي بتبقى عامله ازاي، كانها عجينه بجد. انت ممكن تعمليها وتشيليها لرمضان. كل سنه وانتم طيبين. انا عملتها في العيدان، بس بعد ما عملتها في العيدان رجعت فكيتها تاني عشان الصينيه ما كانتش هتكفي. ولما تيجي تعمليها تشغلي الفرن قبل ما تحطيها وتحطيها في الرف اللي في النص، وبعد ما تلاقيه احمرت من تحت شغلي عليها الشوايه من فوق وتكوني مولعه فحمايه. حطي في كوبايه صغيره او اي حاجه شويه زيت وطشي الفحمايه فيها وغطيها بفويل بصينيه.